تخيل معايا ان في يوم في السنة لازم اهلك كلهم يسيبوا البيت ويسافروا لمكان تاني. في الاول ما كنتش فاهم ده ليه، ولكن بعد كده بدأت ان افهم. وعرفت ان في مصيبة كبيرة هي اللي بتجبرهم انهم لازم في اليوم ده من السنة يسيبوا البيت كلهم ويسافروا قبل فوات الاوان. في واحد مجنون كده قال ان العفريت ده عامل زي الكلب، يقدر ان هو يشم ريحتك لو انت خايف، ووقتها ممكن انه يهجم عليك. ولكن انت لو تجاهلته وعملت نفسك مش واخد بالك منه، عمره ما هيقدر انه يقرب لك. طب ثانية واحدة، هو مين اللي قال المقولة دي؟ بكل فخر انا. السلام عليكم يا صديقي، لو انت اول مرة تشوفني انا محمد نبيل، وبنسهر مع بعض كل خميس وحد الساعة 10 بالليل في سهرة رعب. وفي البداية حابب جدا ان اشكر كل الناس اللي بتتفاعل على الفيديوهات اللي بنزلها واللي بتكمل معايا الفيديو للاخر. انا مش عاوز اطول عليكم في المقدمة، ولكن حابب اقول لكم ان القصة دي غير اي قصة سمعتوها قبل كده. فعلشان كده يا صديقي، عاوزك بقى تحضر للسهرة بتاعتنا، تحضر مشروبك الجميل وتقعد لي كده في مكان هادي وتحط السماعات في ودنك، ويلا بينا نبدأ في سهرة الرعب بتاعتنا. دنيا ملهاش أمان. مش عارف ايه علاقة ده بالقصة بتاعتنا، ولكن ما علينا. الحكاية كلها بدأت في الشتاء في سنة 2025. الوقت ده عمري ما هقدر انساه، لان اللي عدى في الكام يوم دول كان كارثة. الحكاية كلها بدأت قبل راس السنة. كان في يوم مر عليا انا جالي فيه خبر مفرح جدا، وهو ان اتقبلت في الجريدة اللي كنت بسعى بقالي كتير جدا علشان اشتغل فيها. رحت الجريدة دي وقابلت رئيس التحرير، وطلع راجل محترم جدا وكان عاجبه الشغل والقصص اللي انا كنت بنزلها على السوشيال ميديا. وقال لي بس انت هتنزل معانا فترة كده تحت التدريب، وبعدها هنمضي العقد وتشتغل معانا. مش قادر اوصف فرحتي كانت عاملة ازاي. اخيرا وصلت للمكان اللي انا بقالي كتير بحلم ان اوصله. مش دي الجريدة اللي كنت بحلم بيها، ولكن اهي خطوة. اليوم ده رجعت البيت وانا فرحان جدا، وانا طالع على السلم لقيت شاب نازل كده من فوق، من الدور اللي هو الدور التالت اللي احنا ساكنين فيه. وبالمناسبة البيت بتاعنا بيت مكون من 4 ادوار، والبيت كله اللي ساكن فيه اهلي، عمامي وعماتي ووالدي، يعني من الاخر كده ده بيت عيلة. المهم لقيت واحد غريب نازل من الدور بتاعنا، فوقفته وقلت له انت نازل منين؟ فسلم عليا وقال لي انا خلف، انا سكنت جديد في الشقة اللي قصادكم. انت نبيل مش كده؟ فقلت له ايوه انا نبيل. فسلم عليا وفهمني ان هو سكن في الشقة اللي قصادنا، والشقة دي كان بقالها فترة حلوة كده محدش سكن فيها، يمكن عشان احنا ما كناش مهتمين قوي ان احنا ندور على حد يقعد فيها وكده. والشقة دي كانت قدام الشقة اللي انا قاعد فيها انا ووالدي ووالدتي. المهم سلمت عليه وخلاص وتعرفنا، وطلعت ودخلت الشقة بتاعتنا. وأول ما دخلت كنت فرحان جدا طبعا بسبب اللي حصل لي. قلت بس أنا لازم بقى أجهز نفسي وأشوف الأفكار اللي أنا هنزلها في الجريدة دي علشان أتثبت، لأن أنا نازل فترة زي ما رئيس التحرير قال لي، أنا نازل فترة تحت التدريب، يعني ممكن في أي لحظة أتنطر. القلم ده اتحرك لوحده، ما علينا ركز معايا انت. المهم يا صديقي، عدى اليوم وكل شيء طبيعي، وتاني يوم طلعت على الجريدة وبدأت شغل. وبعد أول أسبوع شغل في الجريدة
رئيس التحرير كان منبهر بيا جدا، وقال لي ان فترة التدريب ماشية كويس جدا، وفي خلال كام يوم بالكتير هيبعت لي علشان نمضي العقد وهبقى موظف معهم في الجريدة. وعدى يا صديقي الكام يوم، وكان المفروض ان تاني يوم، وانا فاكر اليوم ده كويس، كان يوم الخميس. كان المفروض ان اليوم ده لما يصبح عليا هطلع على جريدة علشان امضي العقد معاهم وابقى موظف رسمي في الجريدة. ولكن قبل ما يوم الخميس يجي، وتحديدا يوم الاربعاء بالليل، لقيت والدي رجع من الشغل من بره وهو مستعجل، ولقيته دخل هو ووالدتي الأوضة وبدأوا انهم يلموا هدومهم في شنطة. كنت مستغرب هو ايه اللي بيحصل. والدي طلع من الأوضة وقرب مني أنا وإخواتي وقال لنا يلا قوموا بسرعة كل واحد يحضر شنطته. فمحدش كان فاهم حاجة. أنا كنت متعود إن إحنا كل ليلة راس سنة كنا بنسافر البلد في بيت جدي هناك، وبنقعد هناك كام يوم وبنرجع تاني. ولكن ليه الصربعة دي؟ والدي كان مستعجل بطريقة غريبة جدا، وده اللي خلاني أقول له هو في إيه؟ إحنا هنروح فين؟ فقال لي هنسافر البلد دلوقتي. فقلت له دلوقتي؟ هنسافر دلوقتي؟ قال لي ايوه هنسافر دلوقتي. قوم يلا قوموا بسرعه غيروا هدومكم وحضروا الهدوم بسرعه. اخواتي بداوا انهم يقوموا ويحضروا نفسهم، ولكن انا قلت له انا مش هينفع اسافر، انا عندي شغل مهم جدا بكره. فلقيته اتعصب عليا وقال لي يحرق ابو الشغل، بلا شغل بلا نيله، انت هتيجي يعني هتيجي. ما كنتش عارف اعمل ايه، اقول له ايه ده؟ طيب حاولت ان اتفاهم معاهم بالعقل، ولكن ما كانش فيه عقل اصلا. واضح ان هو والدتي عارفين حاجة مهمة جدا ماشيين علشانها، وبسبب الحاجة دي لازم يسيبوا البيت دلوقتي. الغريبة ان مش والدي ووالدتي بس هما اللي عملوا كده، ده عمامي وعماتي كمان عملوا نفس اللي عملوه. ولقيت عمامي وعيال عمامي وعيال عماتي كلهم بيحضروا هدومهم علشان يسافروا البلد دلوقتي. هو في ايه اللي بيحصل؟ كل سنة كنا متعودين ان كل ليلة راس سنة كان ده اللي بيحصل. البيت بيفضى كله وبنسافر البلد نقعد مع جدي وجدتي هناك كام يوم وبنرجع تاني. ولكن المرة دي متسربعين جدا كأنهم خايفين من حاجة. المهم اتفقوا انهم خلاص مش هيسافروا النهاردة علشان الجو ليل وكده، ولكن هيسافروا الصبح بدري. قلت ماشي تمام جدا. فاللي انا عملته ان اول ما الصبح طلع خدت بعضي ونزلت من البيت. وعملت ايه؟ طلعت على الجريدة. اصلا انا مش هضيع فرصة زي دي علشان هم عايزين يسافروا ويقضوا الويك اند في البلد. اكيد لا، انا مش مجنون يعني علشان اعمل حاجة زي كده. المهم اول ما عرفوا ان انا مش في البيت، التليفون ده ما كانش بيبطل رن، ولكن انا ما كنتش برد. طلعت على الجريدة وفضلت مستني رئيس التحرير لحد ما جه تقريبا كانت على الساعة 2 الظهر. وللأسف كان معاه مشكلة كبيرة ومعرفناش ان احنا نمضي العقد، ولكنه طمني وقال لي ان خلاص انا معاهم وهنبقى نمضي العقد في اي يوم تاني مش مشكلة. خرجت من الجريدة واتصلت على والدي، وطبعا مش عاوز اذكر لكم كم الشتايم اللي انا خدتها. وبعدها قال لي انت فين دلوقتي؟ فقلت له انا لسه خارج من الجريدة. فقال لي اوعى تطلع على البيت، انت تركب دلوقتي وتطلع على البلد. فقلت له مش هلاقي مواصلات دلوقتي، وبعدين في ايه المشكلة؟ انا مش عايز اروح، هطلع على البيت انا واقعد لحد انتوا ما ترجعوا. فتعصب اكتر وقال لي لا، اسمع اللي انا بقولك عليه، اوعى تهوب ناحية البيت. مش عارف هو كان مصر ليه ان انا ما اروحش البيت دلوقتي. قلت له حاضر انا هركب وهجيلكوا على البلد. فضل يأكد عليا 100 مرة ان انا ما هوبش ناحية البيت. المهم علشان اركب اصلا كان لازم اركب اتوبيس من قدام الجريدة علشان يوصلني للشارع اللي انا ساكن فيه، لان الموقف اللي هيوديني البلد كان في نفس الشارع ده. ونزلت ورحت الموقف، ولكن المشكلة ان ما كانش فيه ولا عربية، وده بسبب سوء الارصاد واللي كانوا منبهين عنها قبلها بيوم. طب وبعدين هعمل ايه دلوقتي؟ وسط ما انا واقف كده لقيت حد بينده عليا. ما كنتش مركز معاه في الاول مين ده، بس لما قرب عرفته ده خلف. ايوه كان اسمه خلف
الشاب اللي لسه مأجر الشقة اللي قصاد مننا قرب منه وهو بيقول لي: ازيك يا نبيل، عامل ايه؟ فقلت له: الحمد لله كويس. فقال لي: هو البيت ماله فاضي كده ليه؟ انا لمحت كل اللي في البيت كانوا نازلين سوا، هو لا قدر الله في مشكلة ولا حاجة؟ فقلت له: لا لا يا سيدي، مفيش مشكلة ولا حاجة، هما بس كل ليلة راس سنة بيحبوا ان هما يسافروا البلد علشان يقضوه مع جدي وجدتي وكده. فقال لي: طب وانت ما رحتش معاهم ليه؟ فقلت له: والله اديك شايف اهو، كان عندي شغل مهم وما عرفتش ان انا اروح معاهم، وقلت هروح ورا منهم، ولكن اهو مفيش ولا عربية. فقال لي: طب خلاص ما تضايقش نفسك، لو كده ابقى روح لهم بكرة، اصل على فكرة مفيش عربيات اصلا هتسافر النهاردة. فقلت له: ليه يعني؟ قال لي: ده انا سمعت ان القرار ده نزل النهاردة الصبح، مفيش ولا عربية هتسافر البلاد، لانهم بيقولوا ان في مطرة جاية ورعد وحاجات من كده. فقلت له: هي باينة. ماشي ماشي يا خلف، شكرا ليك جدا، مش عارف اقول لك ايه. فقال لي: لا لا لا، شكرا على واجب، احنا شكلنا هنبقى اصحاب. قلت له: ان شاء الله. قال لي: طب ما تيجي نقعد مع بعض شوية بدل ما تطلع وتقعد لوحدك والبيت فاضي كده. بصراحة لقيتها فكرة يعني لذيذة شوية، فاتحركت أنا وخلف وقعدنا على كافيه في نفس الشارع كده، ورديت على والدي اللي كان عمال كل شوية يرن عليا، وقلت له: مفيش ولا عربية، هعمل ايه؟ قال لي: اتصرف، اركب القطر، اعمل اي حاجة، المهم ما تروحش البيت دلوقتي. فقلت له: هو في ايه؟ في ايه في البيت؟ قال لي: اسمع اللي بقولك عليه من غير جدال. فقلت له: ماشي ماشي خلاص، انا هتصرف، انا هبات عند واحد صاحبي وخلاص. ففضل يكرر عليا: يا ابني علشان خاطري اسمع كلامي، اوعى تقرب ناحية البيت، واحنا بعد بكرة هنيجي على طول. قلت له: ماشي حاضر، انا هبات عند واحد صاحبي لحد ما انتوا تيجوا، ومش هروح ناحية البيت، خلاص اطمن. طبعا خلف كان سامع كل المكالمة، واول ما قفلت لقيته بيبص لي باستغراب كده وقال لي: هو في مشكلة في البيت أو حاجة؟ فاتنهدت وقلت له: لا يا سيدي مفيش حاجة، هما بس مش عارف في ايه، قلقانين ان انا اقعد في البيت لوحدي، مش عارف ليه. فقال لي: يعني اكيد خايفين من السرقة، من الحاجات دي، بس يا عم كويس ان انا موجود معاك اهو علشان ما تخافش. فقلت له: كويس، ادينا هنسلي بعض. فضلنا قاعدين نتكلم، عرفت ان هو شغال في مجال المطاعم وكده، وان هو جاي اصلا من بلد تانية علشان يشتغل هنا، والشقة بتاعتنا لها مناسبة وهتوفر عليه وقت ما بين الشغل وبين السكن. فقعد فيها لحد ما لقيته بيقول لي حاجة غريبة جدا. لقيته بيقول لي: انا عاوز اقول لك على حاجة يا نبيل، بس يا ريت ما تزعلش مني. فقلت له: ليه يا عم هزعل منك ليه؟ قول. قال لي: انا سمعت كده قبل ما اجر الشقة في البيت انهم بيقولوا ان البيت في حاجة غريبة، ملبوس، مسكون. فقطعت كلامه وقلت له: ايه كلام التخريف اللي انت بتقوله ده؟ قال لي: والله ما انا ده الناس هما اللي بيقولوا. قلت له: انت مقتنع بالكلام ده؟ قال لي: ما انا علشان كده بسألك. قلت له: لا يا حبيبي، مفيش اي حاجة من الكلام ده، وانا عايش في البيت ده طول عمري وعمري ما شفت اي حاجة غريبة حصلت. قال لي: ماشي ماشي، ربنا يطمنك، انا هستأذن بقى علشان ورايا شغل. سابني ومشي، وانا فضلت قاعد شوية ودماغي فضلت تودي وتجيب. هبات فين؟ انا هودت والدي وقلت له ان هبات عند واحد صاحبي علشان بس ينزل من على وداني واعرف افكر واشوف انا هعمل ايه. بس انا مش شايف ان دي حاجة تستدعي ان انا ادور واعملها مشكلة، ما انا عندي شقتي ما اقعد فيها، ايه المشكلة؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ فعلشان كده قررت ان هكبر دماغي من كل اللي هما بيعملوه ده، وهطلع وهقعد في الشقة. طلعت البيت كان تقريبا على المغرب كده، دخلت الشقة وقعدت، وعادي جدا، اليوم جميل، خصوصا بقى لو انت قاعد لوحدك في الشقة واهلك سافروا. اي شاب طبعا هيفهم الشعور ده، هيبقى قاعد كده حاسس ان هو واخد راحته، حاسس ان هو في مكانه، ما فيش حد محجمه. رحت قاعد مشغل فيلم على الموبايل، وعملت فنجان قهوة جميل كده، وفضلت قاعد مع حالي. فضلت قاعد لحد تقريبا الساعة 10 بالليل. وفي الوقت ده سمعت صوت باب الشقة بتاعتنا وهو بيخبط، فقمت من مكاني وفتحت الباب. وأول ما فتحت لقيت خلف قدامي. استغربت، قلت في سري: عاوز ايه ده؟ فقلت له: ايوه خلف، في حاجة؟ قال لي: معلش بقى لو عطلتك.
انا بس لقيت نفسي قاعد لوحدي فقلت اشوفك لو نقعد ندردش مع بعض شويه. فقلت له دلوقتي؟ قال لي ده لو مش هيضايقك. قلت له لا مش هيضايقني ولا حاجه، اتفضل. دخل خلف وقعدنا مع بعض وعملت له فنجان قهوه، واول ما دقه عجبه جدا وقال لي صدق انا اول مره ادوق فنجان قهوه بالجمال ده. فقلت له يا سيدي بالهنا والشفا. فلقيته بيقول لي بص بقى، انا هقول لك بصراحه على الكلام اللي اتقال لي ومش عايزك تزعل مني، اسمع مني الكلام للاخر وبعدها ابقى احكم عليا. قلت له ماشي، قول قول. قال لي بص، انا قبل ما اسكن في البيت ده عرفت قصه غريبه كده. قلت له قصه ايه؟ قال لي احكي لك. اول ما جيت هنا قابلت كام حد كده، واللي عرفته منهم ان البيت ده كان تحت منه زمان مقبرة فرعونية، وكان فيها كنز كبير جدا، وعلشان الكنز ده يطلع من مكانه كانوا محتاجين يعملوا حاجة، والحاجة دي اللي قال لهم عليها كان الراجل اللي جابوه علشان يخرج لهم الحاجة. وعلشان الحاجة دي تخرج كان لازم يقدموا قربان قدام باب المقبرة علشان تتفتح. اللي قاعدين في البيت اللي هم يعني عمامك ووالدك جابوا واحد وذبحوه، والدم بتاعه نزل على باب المقبرة. ولما ده حصل الباب اتفتح والكنز طلع، وبعدها بنوا البيت الكبير ده، وكل واحد فيهم فتح محل اللي هو عاوزه. زي والدك كده فتح محل العطارة اللي كان بيحلم بيه. وما شاء الله كلهم زي ما انت شايف ربنا مديهم من وسع. وبيقولوا ان الشاب اللي اتذبح في المقبرة دي روحه لسه بتحوم حوالين المكان وبتظهر كل ليلة راس سنة، واللي بتلاقيه في البيت ما بيطلعش منه تاني، لان ليلة راس السنة دي هي الليلة اللي هو اتذبح فيها. قطعت كلامه وقلت له انت باين عليك لسه متفرج على فيلم رعب، اصل اللي انت بتحكيه ده ملوش تفسير غير كده. فقال لي لا لا، اللي انا بحكيه ده كلام الناس. فقلت له يا عم ناس مين؟ ناس مين؟ بطل تخريف الله يرضى عليك وعلينا. يا حبيبي انا بطمنك اهو، مفيش اي حاجه في البيت. البيت انا مولود فيه ومفيش اي حاجه. لما بتيجي ليله راس السنه البيت بيفضى فعلا وكل اهلي بيسيبوه وبيسافروا البلد، ولكن انا قلت لك ده علشان يقضوا ليله راس السنه مع جدي وجدتي، مش علشان حاجه تانية. ابتسم وقال لي ممكن. رديت على الموبايل بتاعي اللي كان عمال يرن برضو وكان من والدي. رفعت التليفون ورديت على والدي وقلت له ايوه في ايه تاني؟ فقال لي انت فين؟ قلت له انا عند واحد صاحبي. فقال لي صاحبك مين؟ يعني انت مش في البيت؟ من نبرة صوته وهو بيزعق كده خلاني بصراحة قلت له ايوه انا في الشقة بتاعتنا والدنيا تمام، هو مفيش اي حاجة، انت خايف من ايه بس؟ فوقتها لقيته اتصدم وسكت شوية كده، وبعدها اتكلم بصوت هادي وقال لي ليه عملت كده؟ ما انا قلت لك اوعى تقرب من البيت. ليه يا ابني؟ ليه تدفع انت التمن؟ قلت له تمن ايه؟ انا مش فاهم حاجة، انت بتتكلم على ايه؟ قال لي ليه بس تعمل كده؟ انا حذرتك بلاش. فقلت له انت مكبر الموضوع ليه؟ مفيش اي حاجة، انا حتى قاعد مع خلف اهو. فقال لي خلف مين؟ قلت له خلف اللي مأجر الشقة اللي قصادنا. قال لي الشقة اللي قصادنا؟ مفيش حد مأجر الشقة اللي قصادنا، الشقة دي مقفولة بقالها أكتر من 2 سنين ومحدش مأجرها يا ابني. فقلت له يا بابا خلف. فلقيته قال لي يا نهار اسود، خلف ده نفس الشاب اللي دبحناه قدام باب المقبرة. بصيت لخلف والتليفون لسه على ودني وانا مبرق، ومرة واحدة لقيت ملامح خلف كلها اتغيرت، يعني بقت حمراء، ملامحه كلها بقت عبارة عن رعب. ما كنتش عارف اعمل ايه لحد ما مرة واحدة النور قطع. لا خلاص، القصة خلصت على كده واتمنى تكون عجبتكم. وثانية واحدة بس، انا عاوز انبهكم لحاجة مهمة جدا. اولا
اوعى تفتكر ان الكام دقيقة اللي انت شايفهم قدامك وهي مدة الفيديو دول عدوا كده بالساهل. فلا، والله بشوف تعب رهيب من ناحية كل حاجة، سواء بقى سكريبت، مونتاج، إضاءة، كل حاجة حرفيا. ولكن أهم حاجة هو الرعب اللي بيحصل معايا أثناء التصوير. حاجات غريبة كده بتحصل، ولكن مش مهم. المهم تكونوا استمتعتم بالقصة. ولو وصلت معايا لحد هنا فبجد أنا بشكرك جدا، وعاوز أقولك إنك غالي جدا عليا. وفي حاجة كمان أنا كنت مخليها في الآخر لأنها هدية بسيطة، وهو كتاب أرض السبرون من تأليفي، واللي كان متواجد في معرض القاهرة الدولي للكتاب سنة 2026. وخليني بقى أقولك إن الكتاب ده لو مش معاك فأنت فايتك كتير قوي. وعلشان يوصلك الكتاب ده لحد عندك ومن غير ما تدفع ولا جنيه، هقولك تعمل ايه. بكل بساطة هنقي الناس اللي عاملة كومنتات كتير على الفيديو ده وهتواصل معاهم، والكتاب هيوصل لهم لحد عندهم. حتى يا صديقي لو انت من بلد تانية، من المغرب، من السعودية، من الجزائر، ففي الحالة دي ممكن ابعت لك الكتاب PDF. وبس كده يا صديقي، وبفكرك ان ميعاد سهرتنا بيكون كل حد وخميس الساعة 10 بالليل. كان معاكم محمد نبيل، سلام عليكم.